السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين يا أحلى متابعين. النهاردة كده قررنا نعمل الترمس مع بعض كده، هنعمله بطريقة حلوة جدا. أنا الترمس ده نقعاه كده من امبارح بالليل، نقعاه كده غسلاه ونقعاه كويس جدا. يلا بينا كده نروح نعمل أعظم ترمس وأحلى ترمس عشان العيد. كل سنة وانتم بألف صحة وبألف خير، يعود علينا الأيام يا رب العالمين بالخير والبركة. بس اهم حاجه وقبل اي حاجه يا ريت ما تنسانيش برايك وكومنت علشان يوصلك كل جديد، واشتراك بسيط مش هيكلفك اي شيء. يلا بينا نشوف هنعمل الترمس ازاي. انا اول حاجه كده غسلت الترمس كويس ونقعته علشان الحبايه كده، عشان الحبايه كده تبقى كبيره معانا كده وحلوه، وتبقى ما تاخدش وقت كتير على النار. هنزل كده كل كميه الترمس بالحمص بكل حاجه، هنزلهم. ده طبعا الترمس السريع هياخد الغلو اللي انا عايزاه، ويوصل للغلو اللي انا عايزاه، السوى اللي انا عايزاه بالظبط، ونطلعه ونشوف هنكمل الوصفه ازاي. بس اهم حاجه يا ريت ما تنسوناش بقى بلايك وكومنت عشان يوصلك كل جديد، واشتراك بسيط مش هيكلفك اي شيء، بس هيرفع معانا القناه باذن الله تعالى، لان القناه مش هتكبر الا بيكم يا احلى متابعين. هنسيب الميه كده الترمس يغلي كده معانا، وياخد السوى اللي احنا عايزينه مظبوط، ونرجع تاني نكمل وصفتنا مع بعض. وهنا كده يا حبايبي خلاص كده سلقنا الترمس بتاعنا القمر دوت كده، وخلاص هو كده بقى خلاص هننقعه. ده طبعا الترمس السريع، انا مش بحب اهريه قوي كده، يا دوبك ان انتي تعملي كده القشره بتاعته خلاص تتعمل. هنبدا بقى ان احنا ننقعه في الميه بتاعته كده شويه ونسيبه، وبعدين نعمل الترمس بتاعنا القمر. كل سنه وانتم بالف صحه وبالف خير، يعود علينا الايام يا رب العالمين بالخير والبركه، ومحدش يشوف حاجه وحشه ابدا في حد غالي عليه. فاحنا دلوقتي هننقعه، وبعد كده نغير عليه الميه كل شويه، وبعد كده نحضر اطعم طبق ترمس ممكن تاكليه وتاكليه لولادك. طبعا احسن ما بنشتريه من بره. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. خليكم معايا بقى لايك وكومنت ظريف كده عشان يوصلك كل جديد. هنبدا ننقعه في الميه ونرجع تاني مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي خلاص كده بعد ما خلاص كده الترمس معانا استوى وبقى طعمه تحفه جدا، هنبدا ننزل نحضر بقى كده طبق الترمس بتاعنا. وانا عارفه ان انا اتاخرت عليكم في الفيديو، بس كان غصب عني. بس بتمنى ما تنسونيش بلايك وكومنت عشان يوصلك كل جديد باذن الله من القناه. هنبدا ننزل عليهم كده بقى بشويه خل. يا على الترمس الاعظم بجد من طبق الترمس بتاع بره، بجد تحفه جدا. وهننزل عليه بنص كده معلقه، لان انا مش بحب ان انا احدقه قوي، فبحب ان انا اعمله مظبوط الملح بتاعه وقت الاكل بالظبط. بس هو بيبقى يعني مالح شويه، بس ناقص ملح سيكه يعني. وهننزل عليه كده بمعلقه صغيره كده من الكمون. وطبعا لو حابه شطه تمام مفيش اي مشكله، بس انا عندي اولادي صغيرين مش هينفع ان انا احط له شطه. وطبعا هننزل عليه بالليمونيه القمر دي. يا سلام، تخيلوا الطعم بقى، طبق ترمس عظمه بجد. وهننزل عليه كده بالليمون القمر دي كده، وممكن تكتري بقى الليمون اكتر من كده. يا سلام على الطعم، بجد تحفه جدا. هنعصر كده كل الليمونه معانا كده، بس اهم حاجه ملناش دعوه خالص بعصره الليمونه بتاعتي. اعصري انتي بقى الليمونه زي ما بتحبي وزي ما بتعمليها. وقلب بقى كل الكلام ده كده كله مع بعضه، بجد تحفه جدا. وطعم الترمس كده يا سلام على العظمه، بجد 10/10. وهنبدا نقلبه كده كله. وهنبدأ نحطه في طبق تقديمنا بإذن الله يعجبكم وتعملوه بنفس الطريقة، وهو أصلا ملهوش إلا الطريقة دي أحسن طريقة لعمل الترمس الحلو، بجد بجد تحفة جدا. أنا عن نفسي بستسهله وبحبه أكتر من الترمس البلدي، لأن الترمس البلدي بياخد وقت، ده ما بياخدش وقت خالص. بس أحسن حاجة إن احنا نكون مثلا نقعينه قبل عمايل الترمس كده بيوم بليلة مثلا قبلها، بجد بيخلي الترمسية كده حلوة كده معانا، وبجد بيخليها ما تاخدش وقت كتير على البوتاجاز، وبيخلي طعمها ليها طعم تاني غير لما بتعمليه على طول. يلا بينا كده نغرفه في طبق تقديمنا، وما تنساش بلايك وكومنت عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. وبكده يا حبايبي حضرنا الطبق بتاعنا، بجد طعمه عظمه جدا. مش قادره اقول لكم، الليمون مع الكمون مع الخل حاجه كده بتدي طعم تحفه جدا. طعمه بجد حاجه كده عظمه. اتمنى تجربوا الوصفه وتقولوا لنا كده في الكومنتات. كل سنه وانتم بالف صحه وبالف خير، بتعملوه بانهي طريقه
يا رب تعجبكم الطريقه وتكون سهله على قلبكم يا رب العالمين. ما تنسوناش بلايك وكومنت ظريف علشان يوصلك كل جديد، وباذن الله كل الوصفات هنكتبها في الديسكريبشن علشان يوصلك كل جديد باذن الله. يا ريت ما تنسوناش، ولو في اي كومنت كده يا ريت تقولوا لنا في الكومنتات. نفسي بجد القناه تكبر بيكم، يا رب تبقى القناه كبيره زي قناه تانية، بس يا رب يا رب يا رب يا رب كل حاجه باذن الله تبقى عند حسن ظنكم. وباذن الله ما تنسوناش بلايك وكومنت عشان يوصلك كل جديد، ودعوه حلوه من القلب عشان خاطر القناه مش هتكبر الا بيكم يا احلى متابعين. يلا بينا كده نبدا نشوف. وطبعا يا حبايبي كده احنا خلصنا الترمس بتاعنا، عملناه كده بطريقه سهله، دي طريقه سهله وبسيطه، وبجد الترمس الحلو ده طعمه مفيش ولا اروع من كده. اهم حاجه ان احنا نكون نقعينه قبلها بليله، بجد ما بياخدش وقت خالص على البوتاجاز، طعمه تحفه جدا. بتمنى ان كل الوصفات تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم. ما تنسوناش ابدا بلايك وكومنت عشان يوصلك كل جديد، واشتراك بسيط مش هيكلفك اي شيء لكن هيكبر قناتنا باذن الله تعالى. بتمنى ان كل الوصفات تعجبكم والقناه تكبر بيكم باذن الله زي القناه التانية. بتمنى يا رب العالمين كل الوصفات تعجبكم وتنال اعجابكم. ما تنسوناش ابدا من دعمكم لايك وكومنت عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ريت ما تنسوناش بدعوه حلوه من القلب وتزوروني دايما على قناتي على اليوتيوب حلة ضغط او اكل جنان، هتلاقوا فيها كل الوصفات سهله وسريعه باذن الله تعالى. ودلوقتي اقدر اقول لكم واشوفكم باذن الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.